عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى، وعيد مبارك عليكم ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد ووصفة سهلة وبسيطة. هنعمل النهاردة محشي كوسة بالبشاميل، حلو قوي وطعمه روعة جدا. عندنا مكوناتنا: عندي كوسة كوسة قورتها بالشكل ده، وعندي رز مغسول ومتصفي كويس، عندي طماطم متسبكه، وعندي خضره محشي، كزبره على شبت، عندي بصلتين مبشورين، معلقتين توم مفروم، بهارات المحشي كمون، فلفل اسمر، بهارات محشي، كزبره، معلقه كبيره من كل حاجه. يلا نبدا بمكوناتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه يا حبايبي، هجيب بقى عندي الخلطه بتاعتي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالثوم والبصل على الرز بالشكل ده، والبهارات، وزيت يا حبايبي. انا نسيت اقول لكم زيت، هننزل كمان بربع كوبايه زيت بالشكل ده، وهقلب كله مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وبارك. قلبهم بقى مع بعض، البهارات في البصل بالثوم والزيت بالشكل ده. بعد ما قلبت الخلطه بتاعتنا كده، هجيب بقى الطماطم وهنزل على الرز والبهارات بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلبها كده، هقلبها مع بعضها كويس. بعد ما قلبت الصلصه بالشكل ده يا حبايبي، هنزل بقى بخضره المحشي بتاعتنا متقطعه كده، هنزل بيها واقلبها بقى على الرز كلها مع بعض بالشكل ده. بعد ما قلبت الخلطه بتاعتي بالشكل ده يا بنات، شايفين؟ اللهم صل وزد وبارك، ما شاء الله ريحتها تجنن كده. خلطه المحشي عندي بقت جاهزه. تاني خطوه عندي يا حبايبي، انا هجيب المحشي الكوسه بالشكل ده وهحشيه واحده واحده بالراحه كده، بس مش هكبس المحشيه قوي، يعني انا هخليها مهويه عشان تدي مساحه للرز ان هو يستوي وما يبقاش ني فيها بالشكل ده كده يا حبايبي. من معاكم كمان واحده، هنحشي بالشكل ده كده، يا دوبك نعبيها بالراحه كده، ما نكتمهاش عشان ما تفرقعش مننا، والرز يستوي ويبقى طعمه كله مستوي وحلو بالشكل ده. افضل بقى احشي الكميه بتاعتنا كلها. وبعد يا حبايبي ما حشيت الكوسه كلها بالشكل ده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حشيتها كلها كده. هجيب بقى صينيه اللي هعمل فيها، اللي هسوي فيها الكوسه. انا ما بفرش فيها حاجه تحت عشان انا هعملها بالبشاميل. انا هرص الكوسه بتاعتي بالشكل ده كده في الصينيه واحده واحده بالشكل ده كده يا حبايبي. خلصت الصينيه، شايفينها بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله كده. تاني خطوه معانا خلصت. تالت خطوه يا حبايبي، انا عندي شوربه هسقي بيها المحشي بتاعنا بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل كده لحد نص الكوسه بس، مش هغطيها كلها بالشكل ده. بعد ما سقيت الشوربه بالشكل ده، هولع عليها يا حبايبي تاخد نص سوا كده لحد ما نعمل البشاميل. هنيجي بقى يا حبايبي لطريقه عمل البشاميل. انا عندي رتل لبن، معلقتين دقيق، معلقتين سمنه، وملح وفلفل اسود. طبعا احنا عملنا طريقه البشاميل قبل كده مع بعض. هروح اعمل بقى البشاميل وارجع لكم تاني. وبعد ما عملت البشاميل يا حبايبي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. وبعد ما الكوسه استوت 3/4 سوا يا حبايبي بالشكل ده اللي بتعمل على النار، احط بقى عليها البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنزل على وشها بالبشاميل بالشكل ده، هغطيها كلها بالبشاميل
وبعد ما نزلت يا حبايبي البشاميل بالشكل ده كده وغطيته كله وش الصينيه بالبشاميل، هدخلها الفرن بقى على درجه حراره 200. هولع الشوايه من فوق واحطها هي على الرف الاخير على درجه حراره عاليه تكمل سواها، والبشاميل بتاعنا ياخد لون من فوق ويتحمر ويبقى شكله جميل. بعد الصينيه بتاعتنا يا حبايبي ما طلعت من الفرن شايفين استوت وخدت كملت سواها في الفرن، والبشاميل بتاعنا اتحمر وبسم الله ما شاء الله ريحتها تحفه جدا وطعمها خطير يا بنات. يلا هطلع لكم واحده عشان نشوفها. بعد ما طلعنا الكوسه بتاعتنا يا حبايبي شايفين بسم الله ما شاء الله، ولا الصوص بتاعها شايفين يا حبايبي مستويه جدا وريحتها تحفه، والرز مفلفل ازاي ومستوي بسم الله ما شاء الله خطيره جدا. جربوها يا حبايبي. كوسه محشيه بالبشاميل خطيره جدا يا حبايبي. لو عجبتك الوصفه اعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول من مطبخ اكلة سما. كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم وعلى الامه الاسلاميه بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.